السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناتي، أنا هبة. ياريت تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكوا كل جديد. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد. شاركنا رأيك في التعليقات. هنا اليمن دول البسلة مليانة السوق وسعرها يعني مش غالية اوي ولا رخيصة اوي، يعني انا جايباها ب25 جنيه، فطبعا غالية في التخزين. بس انا جبت يعني 4 كيلو. قلت نخزن كل شهر، حتى لو كده مخزنش منها كتير. كمان لما تجيبيها وتخزنها توفر عليك السنة ويومينها دول. واليمن دول طعمها مسكر وجميل، وكمان هي غنية بالفيتامين والمعادن والحديد، يعني كلها مغذية وتنفع، وبتنعمل طبيخ وبتنفع في شوربة خضار. اديني جبت انا كنت جايبة 4 كيلو. انا مفرط فيها هي، حتى ما شاء الله البتاع مليان، البسلة مليانة ما شاء الله عليه، وطعمها حلو، طعمها مسكرة. وكمان لما تجيبي يعني كل واحد، يعني لو كل شهر كده هو حسب كميتك، لو كل شهر عشان ما تزنبيش نفسك في المصاريف. لو كل شهر 2 كيلو 3 كيلو فأوانها ديت هتخزني لمدة سنة وتوفر عليكي. كمان في ناس بتخزنها وهي نية كده. انا عن نفسي انا بخزنها ما بغسلهاش، وكذا حد قال لي ما تغسلهاش عشان ما تعفنش منه. وفي ناس بتديها يعني سلقة بسيطة خالص، يعني تحط يغلوا مية ويدوبك بس دقيقة، وهي متكملش دقيقة وتطلعها على طول وتحطها في مية ساقعة. دي بردك. واهم حاجة التجفيف، تنشفها كويس عشان ما تعفنش منك ولا تعمل تلف وتعمل عفونة. واهم حاجة الطعم بتاعها تطلعها من الفريزر على الطبيخ، على الصلصة بتاعتها بتبقى زي الطازة بالظبط. وكمان اهم حاجة النظافة، تنضفها كويس من قبل التخزين. ولما نيجي نعبوها في الاكياس، سواء اكياس بتاعة التعبئة او اكياس من عندنا، المهم نطلعه منها الهواء. بعد كده انا كده فردتها وخلصت. وكان عندي الجزر بتاعها، وكنت جايبة الجزر ب1.5 كيلو ب10. هنا انا مكنتش غسليها، ما غسلتهاش عشان المية قالك بتعفن. كده اهو. ادينا انا نحط في الاكياس، كل واحد حسب الطبخة بتاعته، يعني يحط الكمية اللي هو كل واحد حسب كميته وحسب اسرته. كده اهو نحطها في اكياس. اهم حاجة بس تطلع منها الهواء عشان ما يحصلش تعفن. ال4 كيلو طلعت الكمية معايا ديت، والجزر يعني كيلو جزر عليهم. كده بس نطلع الهواء منها وتغلفها كويس. اهم حاجة التغليف عشان الهواء ما يدخلهاش، تطلع منها الهواء اهم حاجة. كده بنوريكم يعني اللي هو اللي تطلع منها الهواء، هي تطلع اهم حاجة الهواء، تطلع منها وتكفي لها كويس.
ياريت تقولولي في التعليقات انتوا بتخزنوها ازاي، زي ما انا بخزنها كده، ولا كل واحد ليه طريقة مختلفة؟ اكيد كل واحد وليه طريقة مختلفة. ياريت تقولولي في التعليقات، وادعموني عشان نعمل فيديوهات جديدة، وتشجعوني كده بتعليقاتكم. هذا كده هو، كده خلصت. هذا بنوريكم يعني الاكياس اهي طالع منها يعني الهوا وكده. خلصت. تتحط في الفريزر على طول وتطلع. في ناس بتحب تغسلها قبل ما تحطها في الصلصة، والناس بتفضها على طول. بألف هنا على قلوبكم يا رب، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. نشوفكم بخير في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لايك، اشتركوا في القناة. عايزة اكبر بيكم يا رب. وشكرا.